طلعنا يا جماعه كل ده الشلال اهو، لسه نحاول نطلع فوق تاني. يا جماعه اللي هيجي لغايه هنا ما يجربش الكلام ده. يا جماعه احنا في الهوستل، قال لي اديني اغنيه فاديته ويجز راح شغال على الصب. تعالوا نشوف. وازيكم حبايبي، ويوم جديد من سريلانكا ونوارا إيليا. جو لذيذ النهارده اهو، لابس بنص اهو، موضوع تمام يعني، ولا ساقعه بقى ولا الكلام ده، ولا بقينا نخاف من الموضوع، خلاص خدنا على الجو الحمد لله. رايحين على شلالات. هنعمل ايه النهارده غير الشلالات؟ ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده. مودي مطفي يا جماعه، امبارح كان مصور، ففي جزء اخير كده كان اتصور هايبر لوب او تايم لاب، اجزاء مش جزء، اجزاء وفيديوهات كتير، مفيش صوت، الصوره سريعه ممكن نعمل لها سلو موشن مش مشكله، بس هي بتبقى من غير صوت، بيبقى الصوره سريعه ومن غير صوت، فاللي هو عامل زي الفاست موشن، فعيني مطفي يعني. بص التصوير بيبقى مجهود ابن لذيذ، بيبوظ فيديو كامل يعني. فندعمه يا جماعه، نخش ندعمه كده، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت، الراجل الكريم ده. انزلوا اعملوا لايك بقى لغايه ما ايه نروح على الشلالات. يلا بينا يا جماعه. مش مصدق ان انا في سريلانكا. احنا معديين من جنب التكاتك اللي ورا دول اللي انتوا شايفينهم، محدش بينده علينا، محدش بيجبرك انك انت تعالى بس تعالى وهعمل لك اللي انت عايزه، مفيش الكلام ده. مش مصدق. ايه ده ايه ده؟ توك توك سير. طلعنا الطريق ده كله، اتحريت والله من كتر المجهود. بصوا كنا تحت خالص، طلعنا من الطريق ده في طريق تاني بسلالم، لكن حبينا نعيش التجربة. انا سامع صوت شلالات، شكلنا وصلنا ولا ايه؟ ده في سلم لسه. طلعنا كل ده يا جماعه، ولسه في تاني، بس المكان جميل جدا جدا جدا، خضار، السلم حتى لذيذ كده، موضوع لذيذ. فيلا يلا، طريقنا طويل شكله. لسه يا جماعه الشلالات اهي، لكن عايزين نطلع نشوف اللي فوق بقى، لان دي طبعا ولا اي حاجه، ده اللي نازل من الشلال. وفي بقى ايه، هنطلع من الصخره دي ونشوف بقى ايه نطلع ازاي. بصوا الشلال فوق بس مش هتشوفوه تقريبا اهو، فوق خالص اهو.
طلعنا يا جماعه كل ده الشلال اهو، لسه هنحاول نطلع فوق تاني. الشلال جامد جدا صراحه، بس مغامره بقى انك انت بتحاول تطلع المكان لغايه هنا، وطبعا الارض ميه ومطره فبتزحلق شويه، فلازم يبقى معاك كوتش هايكنج يعني، او كوتش يبقى ولا سليبري يعني، او ما بيزحلقش عشان خاطر تعرف تطلع الطلعه دي. فيلا نكمل. بصوا يا جماعه نحاول نطلع الطلعه دي. قول لي ازاي يا مؤمن، قول لي ازاي. يا جماعه اللي هيجي لغايه هنا ما يجربش الكلام ده، الكلام ده ما حدش يجربه. احنا صعدنا صخره سيجيريا فكانت اصعب، فبالتالي اتعودنا شويه ولابسين كوتشات المره دي، وهي محتاجه كوتشات ما بتزحلقش، الموضوع مش سهل. وصلنا للنقطة دي يا جماعة، وادي المكان، خلاص الشلال اهو. اعتقد ان مفيش اعلى من كده، غالبا في مكان تاني هنكتشف. لو في مكان تاني للطلوع هيبقى اسهل من كده، وده المكان اللي احتمال هننزل منه. انا اقول لكم انك انتوا تيجوا من المكان ده، ما تجوش طبعا من المكان اللي احنا طلعنا منه، لكن هي مغامرة واحنا بنقدم مغامرات، فيا رب تستمتعوا معانا. انزلوا اعملوا لايك يا جماعه لغايه ما تشوفوا الموضوع ده اخره ايه. اللي ما شافش حلقه الفيوم يروح يشوفها بالمره يعني، هتلاقي حلقه الفيوم كده تحت، هتشوف شلالات الفيوم اسهل بكتير. سيبك من الموضوع ده. طبعا هنا يا جماعه بصوا الفيو عامل ازاي، الفيو ورا كده طبيعه ببيوت، والفيو الناحيه دي شلالات اهي، فموضوع عالي، موضوع عالي، جميله صراحه، مغامره جميله. غالبا في طريق سهل، فده اللي هنحاول نسلكه. يا رب امي ما تشوفش الفيديو. المهم بقى يا جماعه الشلالات دي اسمها لافرز ليف، عشان اللي عايز يجيها اسمها لافرز ليف. في طريق كده تاني تقريبا هو ده الطريق السهل، فهننزل منه. لو هو هقول لكم تيجوا منه، ما تجوش من الطريق اللي احنا جينا منه، مش لذيذ. اللي ما عملش هايكنج هيبقى الحوار ده صعب بالنسبه له وخطر. يلا بقى ايه ننزل. مشوار يا جماعه، مشوار، طريق طويل، سلالم صغيره، ومشكله في حاجه، الطريق ده سهل وكل حاجه، لكن الموضوع فيه ان هو كان فيه مطره، فطبعا الارض برضو بتزحلق، فحاولوا تنقوا اليوم اللي ما فيهوش مطر. خلوا بالكم ان السيزون، المفروض ان السيزون بتاع المطر بيبدا شهر 5، لكن مع ذلك السيزون بدا دلوقتي. فايه اطلع الشلال واكلمكم. فوق هنا يا جماعه، حاولنا نطلع لاعلى قمه ما عرفناش، فهنعمل ايه يا مودي بقى طالما احنا فشلنا؟ هو مش فشل، لان اعتقد لا ممكن ما تكونش لها طلعه، وممكن الناس اللي طلعت لحد فوق دي، لان احنا شفنا حد واحد بس اللي طلع لاعلى قمه، اعتقد ان هو طلع بمعدات هايكنج، لان مستحيل ان حد طبيعي يطلع بايده ورجليه بس كده لحد فوق، فاعتقد ان هو في طلعه خالص لفوق بالمعدات، او احنا فشلنا. مش فشلنا قوي يعني، فعشان احنا فشلنا يا جماعه هنروح ناكل، هنروح ناكل نفسنا بقى، هنروح نكافئ نفسنا، هنروح ناكل. بس المكان مسدود والله، حاولنا نطلع على قد ما نقدر، والزرع ابو شوك ده رخيم. لكم ان تتخيلوا يا جماعه ان احنا طلعنا الشلال، هو راح فين؟ الشلال ده. فلكم ان تتخيلوا ان احنا طلعنا لغايه الشلال اللي فوق ده. احنا طبعا ما طلعناش القمه اللي هي عند سبايري، طلعنا لغايه هنا كده او الحته دي كده. ايوه صعبه برضو يعني، صعب جدا. بس مغامره جميله والله، مغامره جميله.
ونوارلي يا جماعه مدينه اوروبيه، خلينا نتفق، ومختلفه تماما عن باقي المدن. هي وجافنا يعني المدينتين دول مختلفين عن بقيه سريلانكا. جافنا زي الهند، نوارليا زي اوروبا، ولازلنا بنكتشف. يمكن نروح مدينه تانية شبه امريكا ولا حاجه. دخلنا مطعم يا جماعه، طلبنا اكل. ثانك يو. طلبنا نودلز بالسمك اهو. فهم هنا بقى فيهم عاده غريبه في نوارلي يا جماعه، انه بيجيبوا كوبايه ميه، الميه حلوه بتتشرب، بس المشكله ان كوبايه الميه اللي بيجيبوها سخنه. تعالوا نجرب بقى ايه النودلز اللي عامله ازاي. سعر الطبق 300 روبيه يعني 20 جنيه. المهم يا جماعه لقيت كان في صوص محطوط بس مودي مخبيه. فبصوا صوص كده مليان توابل، لا لذيذ والله. ادى طعم النودلز، ادالها طعم كده، لان النودلز هنا ما فيهاش توابل كتير قوي. بس يا جماعه احنا في الهوستل، قال لي اديني اغنيه، فاديته ويجز راح شغال على الصب. تعالوا نشوف. You like it? You like it? You like this song? Yeah!